في المرحله بتاعه الستارت اب بيكون معاها مصاحب معاها زي اي مرحله هنتكلم عليها، بيكون مصاحب معاها مجموعه من المشاعر ومجموعه من التساؤلات. مجموعه من المشاعر ومجموعه من التساؤلات. اكبر شعور مسيطر على صاحب الفكره او صاحب البيزنس في المرحله الاولى بتاعه الستارت اب هو fear of failure. fear of failure او الخوف من الفشل. اول شعور مسيطر. طيب احنا كلنا عارفين، سمعنا الكلام ده يمكن مرات ومرات ومرات، الخوف هو اكبر سلاح فتاك في حياة البشر. بيعمل ايه الخوف؟ بيعمل حاجات كتيرة جدا 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 جدا، لكن اهمها واخطرها على حياة الانسان انه بيسلسل الانسان، بيكتف الانسان، بيخليك قاعد محبوس في افكارك. فحضرتك بدل ما تجري وتروح تعمل اهم استراتيجيه في المرحله الاولى بتاعه الستارت اب اللي هنقول عليها كمان شويه، بتفضل حضرتك تفضل بالاستعانه بالاستاذ مونكي برين او القرد اللي قاعد جوه، انك تفضل قاعد محلك سر ومستمتع بانك الفكره عماله تحلو جوه دماغك. يعني عارف انت عمال كل شويه تقوم شادد نفس وبعدين تقعد كده، والله الفكره بتاعتي دي جميله جدا، الله ده انا الفكره في دماغي كبرت وعملت بيها فريق وفتحت مصنع ونزلت وعملت ملايين وعمال احلم احلم احلم، بس ما باخدش خطوه. ليه؟ لانه الحقيقه اللي مسيطر شعور خوف بيخليك ابدا ما تفكرش تنزل تتحرك وتحط رجلك على الارض. طب ايه تاني من المشاعر اللي محتاجين نقف عندها هنا ونركز عليها شويتين ثلاثه، لانه شعور خطير جدا. بيبقى عندي مشكله كبيره قوي اسمها uncertainty او عدم التاكد. انا مش متاكد، انا عايز حد يمسك في ايدي كده ويديني ضمان ختم انه الفكره بتاعتي دي لما انزل احطها على الارض هتنجح، هتجيب فلوس. الحقيقه ان انا يعني على مدار ال 27 سنه في البيزنس شفت ناس عندها خدمات ومنتجات هستيريه ممكن تعمل نجاح استثنائي، بس بسبب الخوف والانسرتينتي هم حجمهم قد كده لغايه النهارده، وبقالهم سنين في البيزنس الحمد لله عدوا المرحله بتاعت ال10 سنين، عدوا المرحله بتاعت ال10 سنين. they are sustainable، مكملين، بس مش عارفين يكبروا. ولما نقعد مع بعض ونقعد نعمل الاسسمنت او المقياس اللي احنا بنشرح بيه ده كل مرحله ايه معاييرها وايه مؤشراتها وهكذا، نكتشف مع بعض انه هذا الشخص او هذه الشركه صح بقالهم في السوق 10 سنين، صح عاملين بيزنس، صح عاملين حاجات حلوه قوي، بس هم ما زالوا في مرحله الستارت اب، مش قادرين يكبروا، مش قادرين يروحوا على المرحله الثانيه بتاعه الرامب اب. ليه؟ لان كل ما تيجي تتكلم معاه على سبيل المثال وتقول له انت ناجح جدا على الارض، انت عامل الاستراتيجيه الخطيره بتاعه الفاليديشن زي ما هنشرح كمان شويه، انت بقالك 10 سنين منتجاتك وخدماتك بتتباع، الناس بتدفع لك فلوس مقابلها، ومش بس كده، دول كاتبين لك فيدباك وريفيوز وحاجات تطلعك القمر، تطلعك القمر. ما تصرف شويه ماركتنج، بصوا الكلام، ما تصرف شويه على الماركتنج. فيقول لك حلو ما عنديش مشكله، بس قول لي وانا هصرف كام هيجيب لي كام. وهنا بقى بيبدا شعري ينبت تاني وانا بسمع الجمله دي، بيبدا شعري ينبت وعناية تخضر وتحول. انه يعني ده مش موجود يا جماعه في قاموس البشر. انا على الهوا اهو اقسم بعزه جلال الله، اقسم بعزه جلال الله، ما في حاجه في الكون بتاع ربنا اسمها 100% certainty، 100% ضمان لاي حاجه في الكوكب. واتحدى اي حد فيكم دلوقتي يقدر يقول لي على اي حاجه في حياته او في حياه حد تاني من هذا الكائن البشري اسمها مضمون 100%. لو في حد ممكن يتحدى الجمله دي معايا دلوقتي كده على الهوا، انا مستعد يعني
اطلع $10,000 وش كده. لو حد يقدر يتحدى الفكره دي معايا، في اي حاجه في الدنيا حد يقدر يتحداني فيها يقول لي انها 100% certain 100% اكيد حدوثها في عرفنا احنا كبشر؟ في يا جماعه؟ هلو، في $10,000 محدش هيغامر. طب نقاوح بعض حتى؟ مفيش. فالشعور ده بيفضل مع الخوف من الفشل يفضل مكتف هذا البيزنس اونر المسكين الغلبان، اما هو لسه مش بيزنس اونر، هو حد بيعمل ستارت اب، ويفضل قاعد محلك سر، والمونكي برين بتاعه جوه عمال يشتغله ويقول له زي ما قال وليد كده في بدايه البيزنس بتاعه اللي اسمه تريننج: ما تشتري كاميرا. اصل انت ناقصك كاميرا بروفيشنال تطلع بيها. طيب حاضر يا سيدي، نروح نشتري كاميرا، بس احنا المفروض نبيع مش نشتري. لا انت بس اشتري كاميرا عشان تعرف تبيع. حاضر، فنروح نجيب كاميرا، وبعدين جبنا الكاميرا حطيناها. شكلك حلو؟ شكلي حلو. اللايتنج مظبوط تمام، الصوت كريسب زي الفل. طيب ايه بقى؟ يلا نشتغل، يلا نبيع، يلا ناخد الفكره بتاعتنا وننزل السوق نشوفها هتجيب فلوس ولا لا. طب بس ثانيه واحده بس، بص كده، بص، شايف الناس اللي ناجحه؟ الناس اللي ناجحه ما بتطلعش بكاميرا واحده، بيطلعوا بكاميرا اماميه وبعدين كاميرا جانبيه عشان يبدلوا ما بينهم هما الاثنين، زي ما انا بنقل دلوقتي كده وعامل فيها الشاب الشقي. فكاميرا اماميه وكاميرا جانبيه علشان تنقل بينهم فتطلع بروفيشنال. المونكي برين يا جماعه عبقري في المنطق، عبقري. فهتطلع بروفيشنال، فهتبيع اكتر. طيب حاضر ماشي، يعني هي مشكله في الكاميرا الثانيه، نجيب كاميرا ثانيه، وهات وكله مونكي برين، وفي الاخر 3 سنين نزيف، وبعدين المريض مات، الشركه قفلت.